النادي الاهلي امام ريال مدريد، وفي كلمتين حابب اقولهم كده في البدايه. مفيش حاجه اسمها فريق اقوى من فريق على الورق، في حاجه اسمها فريق اقوى من فريق على ارض الملعب، في حاجه اسمها ان في فريق افضل من فريق على ارض الملعب، في حاجه اسمها ان فريق نازل على ارض الملعب واقف على ارض صلبه وعارف هو عايز يعمل ايه كويس، وعارف هو عايز ايه كويس من المباراه. لكن فكره اللي بيتقال في السوشيال ميديا دلوقتي من كلام ان انت لا انزل قد ماتش جمالي، النتيجه مش مهمه، انت بتواجه ريال مدريد مش هتواجهه كل يوم، الكلام ده كله انا شايف ان هو كلام ملوش لازمه. لا، انزل فوز بالمباراه. انت النادي الاهلي داخل كاس العالم للانديه، منافس على كاس العالم للانديه زيك زي ريال مدريد بالظبط. ريال مدريد ده مش فريق جاي يتدرب عليك ولا جاي يلعبك مباراه وديه يحضر بيها نفسه للنهائي، لا، انت داخل كاس العالم ده منافس زيك زي ريال مدريد بالظبط، والمفروض انت داخل البطوله ما تبصش لاي اسماء. وفي اكتر من حاجه يعني في صالح النادي الاهلي، يمكن حتى ريال مدريد نفسه كفريق هو دليل على الكلام اللي انا بقوله ده. والحاجه وفي ميزه تانية لصالح النادي الاهلي، وهنقول حاجه فنيه كده صغيره في الفيديو اللي ممكن يعتمد عليه النادي الاهلي عشان يقدر ان هو يفوز بالمباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. زي ما قلت، دليل ريال مدريد نفسه هو دليل على الكلام اللي قلته قبل كده، ان مفيش حاجه اسمها فريق احسن من فريق على الورق. وارجع للموسم اللي فات لنادي ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا. نادي ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا لما واجه باريس سان جيرمان قلنا ان هو هيخرج، ولما واجه تشيلسي قلنا ان هو هيخرج، ولما واجه السيتي قلنا ان هو هيخرج. الثلاث مواجهات كل مره كنا بنستنى نادي ريال مدريد يخرج. نادي ريال مدريد كان بيقدر ينتصر وبيقدر ان هو يكمل في البطوله. ففكره ان انت نادي ريال مدريد اهو اكبر دليل لانه لا، لو نزلت على ارض الملعب هتجتهد، وان مفيش حاجه اسمها فريق احسن من فريق على الورق. هو دمر الفكره دي اصلا الموسم اللي فات في دوري ابطال اوروبا. فزي ما بقول، اكبر دليل على كلامي هو نادي ريال مدريد نفسه. الحاجه الثانيه اللي في صالح النادي الاهلي، او انا شايفها في صالح النادي الاهلي، النادي الاهلي انت مش اول مره، يعني فكره ان انت بتشارك في البطوله لثالث مره على التوالي، فده شيء بيدي الثقه للاعيبتك. اللعيبه خلاص اعتادت على كاس العالم للانديه، وان هي دايما بتلعب في كاس العالم للانديه، فدي حاجه المفروض ان انت تحطها يعني في ذهنك، ولاعيبه النادي الاهلي تبقى بذهنها حاجه زي كده. خلاص رهبه البطوله او رهبه البطوله زي كاس العالم للانديه ما بقتش موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. لا، دي بطوله خلاص المفروض ان هم اعتادوا عليها. ففكره ان هو يدخل البطوله من باب ان انا بادي دور شرفي، لا، المفروض ان انت مره وحققت مركز ثالث وحققت مركز ثالث مره ثانيه، لا، المفروض ان انت المره دي دخل تنافس على البطوله ايا كان الاسماء اللي قدامك ايه. كل اللي تعمله او كل اللي مطالب منك ان انت تنزل على ارض الملعب تأدي اللي عليك بس. غير كده اي كلام بيتقال ده انا بعتبره عبث. زي ما بقول، انت داخل البطوله دي او انت منافس زيك زي ريال مدريد برضو على البطوله، مفيش اي حاجه تانية. وحاجه فنيه بس صغيره ممكن انا اقولها يعتمد عليها النادي الاهلي في فكره ان هو يواجه نادي ريال مدريد. ما تلعبش على اسماء، العب على خطتك انت. انت هتلاعب نادي زي ريال مدريد معروف ان ليه قوه هجوميه كبيره وقوه في خط الوسط الى غيره. فكره ان انت تقفل خطوطك بشكل كويس، ما تراقبش لعيبه بشكل فردي. بمعنى فكره المان تو مان بقت فكره فاشله. فكره المان تو مان دلوقتي كتير من المدربين بيستغلوها ان هم يفتحوا بيهم خطوط الدفاع. يعني لو لعبت فينيسيوس مثلا بواحد زي محمد عبد المنعم او متولي، فينيسيوس لو اتحرك تحرك مثلا وفتح بيه ثغره في قلب الدفاع وجه لاعب زي رودريجو ودخل في القلب، لا، دي بتكون مشكله. ففكره النادي الاهلي قفل خطوطك، ما تقفلش قدام اسامي، لا، انت بتلعب كتيم وكتله واحده. ما تركزش على اسامي وما تركزش على فكره المان تو مان، وده اللي انا شايف النادي الاهلي يقدر يعتمد عليه. فكره ان انت تلعب تحت الكوره ده اكيد هيكون افضل لك قدام نادي ريال مدريد. فكره ان انت تلعب على اخطاء خط الوسط او الاخطاء الدفاعيه نادي ريال مدريد، انا شايف ان ده هيكون افضل لك. وكولر المدير الفني للنادي الاهلي لعب اكتر من مباراه بالاسلوب ده وكان ناجح فيه بشكل كبير جدا، وقدر ان هو يطبقه بشكل كويس جدا جدا قدام سواء نادي الزمالك او نادي بيراميدز. ايا كان، او زي ما بقول، انزل واقف على ارض صلبه، واثق من نفسك. ومش معنى واثق من نفسك ان انت تفتح خطوطك، واثق من نفسك يعني انت نازل على ارض الملعب ذهنك حاضر، عارف انت عايز تعمل ايه وعارف انت عايز توصل لايه. وزي ما قلت في بدايه الفيديو هقول الكلمتين دول برضه في نهايه الفيديو، مفيش حاجه اسمها فريق احسن من فريق على الورق، في حاجه اسمها فريق احسن من فريق على ارض الملعب. انت داخل كاس العالم للانديه، منافس على كاس العالم للانديه زيك زي ريال مدريد بالظبط، مفيش اي فرق ومفيش اي خلاف. عندك او في ميزه عندك فكره ان انت اعتدت على البطوله وشاركت فيها مره واثنين وثلاثه، وكل مره كنت بتحقق مركز افضل من اللي حققته قبل كده. فجيت دور ان لعيبتك ما تخافش، ما تهابش البطوله، وتقدر ان شاء الله ان هي تنافس عليها. وايه المشكله؟ ان شاء الله نشوف النادي الاهلي بيفوز على نادي ريال مدريد، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي ان شاء الله فايز بالبطوله.
ايه المشكله؟